السلام عليكم البنات، صباح الخير. ان شاء الله نلقاكم بخير. جبت لكم فيديو جديد اليوم. هذا العرس تاع خويا المازوز والتحضيرات انا وبناتي. دركا رايحين. هاي هنا التحضيرات، بدينا في الحلوى الاولاد. الله يبارك تاعي وتاع خواتاتي وتاع ولد خويا. يموتوا على الحلوى، اللي تبكي والله يبكي نسكتوهم بالحلوى. واش هو كي جاو للغدا واحد ما حب ياكل، لا يتغدى ولا يتعشاو غير الحلوى. المهم انا شتي فرح الوليدات. هذه الدار تاع خويا. هذا خويا يا البنات الله يبارك، كان والله ما عنده خدمه في ظرف 6 شهور. كي داروا لا دات تاع العرس والله حطيتهم يتمسخروا في ظرف 6 شهور. الله يبارك فينا. هو الطاج كان كبير بزاف، فينا النص وخلا النص. لي كوبل انا نظن شامبرا وبيت وصالو بزاف واستوديو بزاف. المهم يدخلوا في الحلال ان شاء الله وليداتنا والعقوبه لوليداتنا. هاي هنا لا دالدوس الله يبارك ما شاء الله، كل عام يخرج الجديد. كنروح نقلع انا تاع داري هذاك القراني تاع بكري. الله كي نشوفو ضربني الدوخه. لا علينا بالربح وبالهنا وان شاء الله ربي يفرحها. احنا بكري كنا ندخلوا في بيت، دخلنا في بيت ومع العجوزه وكنت وصلت 8 ما نظنش والله، غير وجدي روحك. التشناف ودارها بيان سور عندها الحق. لازم هي تنوض تبكر تصلي الفجر، لازم العروسه تاني او تسنى حتى ل8 يعني حتى بزاف عليا. الله يرحمها ويوسع عليها ان شاء الله ويجعلها في جنات الخلد. الله يسامحها. كانوا والدينا بكري وعجايزنا وتاع الاستعمار كانت عندهم عقليه خاصه، ولكن الحمد لله الانسان يتاقلم واللي تصبر تولي بدارها وحدها. ولكن هذا الجيل سواء من العجوزه ولا من العروسه، هي تشتي دارها وحدها والعجوزه تقول لك ما ندخلش معايا. الغش تاع بكري بزاف. ربي يفرحهم ويصلح لهم سيدي. مهم الصلاح اهم حاجه. صهام بناتي هنا راهم قطعوا وصوتهم، قطعوا يديهم. هاي واحد يعني النشاط وعندهم الحق كي تعود عرس ولا مناسبه ولا يكونوا بالطاقه الايجابيه هذيك. في داري ناضيه فلانه هاي تور الاخرى ماشي غير انا، هاي تقامروا ساعات نخلق الدنيا والله كيما خليتها. وهنا لخالهم الله يبارك هزولوا العرس بناتي وبنات اختي. يعني ما مستلامه لحنا ولاو البنات هما اللي دبروا راسيهم. يعني ما شاء الله ربي يكمل ويفرحهم. يقول لك الدار اللي ما فيهاش البنات ما تسماش دار، واللي عندهم الذكوره ربي يصلح لهم. يعني كل واحد كيما بدو ربي يقنع يعيش كيما بدو ربي. الحمد لله الذكورات ثاني في بلاصتهم والبنيتات في بلاصتهم. ربي ان شاء الله يصلح لهم. الزواج هذا نص الدين. هذا خويا مول 30 سنه الله يبارك. هاي هنا الخطرة هذه قرر وجاب المرأة. يعني ان شاء الله ربي يحب يصلح لهم. هنا ميسي يقوق قلبو رب. الله يبارك. هذه بنتي الكبيرة وخواتاتها بنات خالاتها. الله يبارك. جا عصري مام سامبل بصح عصري. دار بيت كوزينة صالون وخلا هذيك مام هذاك الشغل وسط الدار خلاه والله الله يبارك. مره خلاف قلت له حط فيه لي بلانت بالعقل ان شاء الله اذا جات المراه فحله وحيويه هكذا يدير، وإلا جات كل واحد يوحدها ان شاء الله برك تكون صالحه. ربي يصلح وليداتنا والعقوبه اللي مازالوا. بالنسبه للامهات اللي قريب العراس وراهم يخمموا، انا نصيحه من وحده مجربه. اللي قادر خيار ما يوكل وخيار ما يروح لاصال وخيار ما يزهى وخيار ما يعرض. ولكن الانسان اللي عنده دخل محدود ما قادرش يعرض. الاقربون الجار اللي واقف في الباب ولادو خوتو، خوت الراجل خوت المراه، راهي حتى بزاف قلل وعلل. والله العظيم ما فات العرس 20 مليون دير العرس. لا انا نعرض ونروح ندير الشي ونروح نجري ونروح ونكلف ونسلف علاه باه يقولوا الناس ودار. ومن بعد العرس نولي في الضغط ونولي في الناس تجري ونولي نتخبى. لا حنا كيما العرس هذا ما عرضناش وفات عرس ما شاء الله بسيط بصح مليح. انا هاي مع الحلوه تاع الوليدات سواء تاعنا ولا تاع الحريم. على الخطره هذه الدريه شبعوا حلوه. هذا الكاطو هذه الصينيه الانسان شوف ما في التعليقات والله نعرفوا كلش اللي تعلق
تعلق تعليق ايجابي، ونتمنى التعليقات الايجابيه، راهي داخله فيها الانسان يقتصد، داخله فيها الانسان يعيش قد روحو، الانسان ما عندوش وما يخسروش. الحمد لله، التواضع مع النظافه مع الضحكه في وجه الانسان، ماشي شرط نبداو كلا 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 كلا. قالتها واحد العجوزه سلامتكم، كلينا حتى كلينا الراسين العزاز، والحمد لله ربي يجعلهم ان شاء الله في جنات الخلد، وان شاء الله ما يكونش فاد. حنا يعني فيه هضره جابتها، ربي يفرح كل مؤمن. البساطه ثم البساطه. هنا نخليك مع الاجواء العرس ولا هاي الشهر الله يبارك. المهم ما جابتش بزاف، الحمد لله. ماشي رايحه للجامع، رايحه للدار، والحاجه اللي تسخفي عليها زيد تشريها في اللبسه ولا في الحوايج في قش الدار. هذا هو عمر. وهم هنايا مش شاطحو، بنيتي يشتيو الشطحه وخلي وقتهم. هيا والسلام عليكم. ولا قبل الفيديو خلاص، ونحب لخواتاتي هزوا على بعضانا بما يرضي الله. ان شاء الله العقوبه ليكم لخوتكم بالهنا وبالربح لينا وليكم، العقوبه اللي مازالوا ما داروش العراس.